يا فندم. لا هو اول حاجه تعتبر انه موجود محافظ، لكن اول ما عرفنا النيابه على طول اتحركت وعملت تحقيق وعملت طب الشرع عشان تشوف الموقف. وانا بس كتبت بهذا عشان اصلا الختان ممنوع. لو كانت عمليه عاديه ما كنتش هاخدها في المستشفى وكنت العنوان هي اللي تحاسب الطبيب اللي هو الطامع. لكن لما لقيت ان المستشفى بتنفذ القانون ويبقى هنا في المدير نفسه المستشفى عشان ده الختان ممنوع اصلا في المستشفيات تماما. سيادة اللواء انا عندي مشكله في صوت حضرتك، يعني انا سامعه كلام بس غير واضح، ولكن انا حابه اتناقش مع حضرتك في جزئيه القرار الخاص بغلق المستشفى. هل حضرتك بتشوف يا فندم ان هذا القرار ممكن ان هو بشكل او باخر يرد حق مواطنه تم انتهاك حرمتها وادميتها بالنسبه ليها وبالنسبه لاسرتها؟ لا حقها اولا لاسرتها. الام ممرضه في المستشفى، وهنا الام لها برضه، عشان كده انا برضه بدعو المجلس القومي بقى ان لازم توعيه للمرأة. طيب سيادة اللواء انا بعتذر لحضرتك لان الصوت عندي مش واضح ومش قادره ان انا اتواصل مع حضرتك. انا بشكرك يا فندم شكرا جزيلا. خلينا برضو نعرف تفاصيل اكتر ونعرف ازاي تم اكتشاف هذه الواقعة المؤلمة والمؤسفة. دكتور صدقي سيدهم مفتش